تعالي عندي بقى يا سمسمة عشان اقولك حبك بورس وعشرة خرص. لا، انا مش بقولهولك انتي، انا بقول عشان خاطر اعرفه للناس اللي معانا ايه هو البورس وايه هي العشرة الخرص. المثل ده بنقوله لما يكون في شخص بنحبه وبيحب شخص احنا مش بنحبه ومش عايزينه يعرفه ولا يتعامل معاه، لكن للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. المثل ده بيقولك ان كان في ست زمان عندها بنت وحيدة وكانت طبعا بتحبها جدا جدا زي اي ام، وكانت عايزاها ترتبط بأحسن شخص في الدنيا. لكن البنت دي كانت بتعرف شخص وكانت مصممة عليه وكانت مامتها مش موافقة عليه. وفي يوم من الأيام جت قالت لها يا ماما هو ده، أنا عايزة الشخص ده وبحبه ومش هتجوز غيره، وصممت عليه. فمامتها زي أكنها بتدعي عليها قالت لها حبك بورس وعشر خرص. ايه هو البورس وايه هو العشر الخرص؟ البورس ده عبارة عن كائن مقزز جدا، ممكن يكون كل الناس تعرفه. طبعا الرسول امر ان هو اللي هيقتله او هيموته هيخش الجنة، لان هو فعلا بيأذي اي طعام او شراب بيعدي عليه. وايه هو العشر الخرس؟ طبعا الشخص الاخرس ممكن يكون اكتر شخص صعب ان انت تتعامل معاه لان ما بيقدرش يعبر عن نفسه وعن اللي جواه، فطبعا ما بالك بعشرة. طبعا اكن الست انها كده بتدعي على بنتها بتقول لها حبك بوكس وعشر خرس. ايه رأيك يا سمسمة في المثل ده؟